السلام عليكم. بص يا غريمي، هتجيب لي فريق نفسه ملهوش ولا هوية ولا تاريخ ولا شعبية ولا جمهور، هكسب الدوري برضه. هتجيب لي الزمالك بينافسنا على الدوري، هكسب الدوري برضه. هنافس اسماعيلي، هكسب الدوري برضه. هتجيب لي دوري معمول لوائح ومنظومة وقوانين محدش فاهم فيها حاجة، بس الكل وافق عليها في بداية الموسم، هكسب الدوري برضه. هتجيب لي دوري معمول عبث أصلا من أوله كله، ومحدش فاهم في قوانينه ولا لوائحه ولا أي حاجة مظبوطة، هكسب الدوري برضه. هتجيب لي دوري فيه فرق، هاخد الدوري فرق 40 نقطة، 25 نقطة، 30 نقطة، هكسب الدوري برضه. الدوري للأهلي والأهلي للدوري، معروفة معروفة من غير كلام كتير ورغي كتير، دي معروفة. أول حاجة. تاني حاجة، الدوري ده باسم دوري ياسر إبراهيم رسميا. ضيع شال كورة من على خط الأجوان الماتش اللي فات بتاع سيراميكا كليوباترا، والماتش ده بيعمل أسيست لأسامة أبو علي اللي بيرجع يسجل أهداف مؤثرة في دقايق بلس 90 مؤثرة. زي ما كتاب الأهلي بيقول دايما إن الأهلي بمن حضر في البلس 90، أو أهداف الأهلي الحاسمة في البلس 90. تمام. وتصويبات امام عاشور رائعه، جون جميل جدا مفيهوش اي كلام. هو الماتشات اللي هي تكسب ولا تلعب، من الاخر الاهلي بيكسب ماتشات. كام ماتش الاخير في الدوري عماد النحاس مع الاهلي 5 ماتشات، 5 فوز بتسجيله لاهداف، وما بيستقبلش اقصد يعني ما بيقدرش ان هو يخسر ولا هدف. هو بيستقبل اهداف بس بيسجل برضه. النهارده اللعيبه بتشارك بس ما هتحسش برضه ان هم عندها الروح ديت. بس في الاهلي بلس 90 بيقدر يسجل بهدف من وسام ابو علي. في كلمتين لحسين الشحات. حسين الشحات مش مركز، يا اما تشوف لك نادي تلعب فيه، يا اما تركز شويه وتفوق، لان هيبقى لعيبك عندك لعيبه اساسيه تلعب على حسابك زي طاهر اللي ما كانش برضه في مستوى النهارده بسبب ان والده تعبان ومحبوس في المستشفى. او في بن شرقي برضه تغييرات عجيبه من كابتن عماد النحاس، ان هو بيطلع لاعب زي بن شرقي النهارده عامل اسيست وكان اداؤه جيد جدا او ممتاز، حتى من احسن لعيبه في الشوط الاولاني. بيغيروا بينزل مكانه قفشه والسوليه. السوليه برضه مش عارف برضه، يعني كفايه بقى كده، كفايه كفايه والله العظيم، سنك كبر برضه، ما عدتش بتقدم المطلوب منك، كفايه بقى. كابتن محمد الشناوي لو حد رمى عليك السلام بيخش زي النهارده كده، بص السوليه كده، السلام عليكم يا كابتن محمد الشناوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي اتفضل اتفضل، عايز تجيب جول تعالى اتفضل. ده منظر حارس مرمى؟ ده منظر دفاع اصلا؟ ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، احنا ربنا سترها والحمد لله، عدت بكرم ربنا والهدف ده جه. لو ما كانش الهدف ده كنت هتتساوى بالنقط مع بيراميدز، كنت انت تبقى فرق بفرق الاهداف، بس تبقى متساوي بالنقط. والاهداف دي حاجه مش مضمونه طبعا، يعني ممكن بيراميدز الماتش الجاي يكسب له، الماتش الاخير ده يكسب له 5 ولا 4، والماتش قدامه الاهلي ما يسجلش مثلا غير واحد ولا حاجه. بس الاهداف مش كفايه، النقط هي لازم تحسم الدوري، لازم تحسم الدوري بتاعك بالنقط. الدوري قوي، دوري قوي، الدوري فيه منافسه، فيه منافسه لحد اخر ماتش، لحد اخر ماتش، غير كلام كتير يتقال ولا يتعاد في الموضوع ده.